سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. يا صباح الخير عليكم جميعا، كل اخواتي وحبايبي اللي منوريني دايما بوجودهم. النهارده كده حبيت ان انا اصور معاكم دورة البط. وطبعا البط كده ما شاء الله يعني ابتدى ان هو يكمل معانا عمر الشهر. فهنبتدي كده نعمل له كده بقى ايه الخلطات اللي هي بتخلي البط تقفل الريش معاكي بدري، لان البط ابتدى ان هو في مرحلة طلوع الريش، فالمرحلة دي بتكون مهمة جدا جدا في عمر اي طيور. فالنهاردة انا عملت له كده الخلطة اللي انا عملتها فيها نسبة بروتين وفيها خضار وفيها كل حاجة الطيور بتكون محتاجاها. يا ريت كده قبل ما نكمل الفيديو بتاعنا، لو انت لسه جديدة معايا على القناة بتاعتي تشتركي فيها، وكمان يا ريت لو عجبك الفيديو تعملي لايك للفيديو. انا هنا كده في اول اليوم، فابتديت بقى ان انا حطيت الاكل للبط. ايه هي الخلطة اللي قدام البط اللي هو بياكل فيها حاليا دي؟ طبعا ده العيش اللي هو بيكون فايض عندي، ببتدي ان انا اقطعه قطع صغيرة. لو عندك بقى العيش اللي هو الناشف، هتبتدي انك انت تدشيه تخليه ناعم علشان ما يقفش في زور البط، وتنسميه بشوية مية صغيرين خالص خالص كده مع العلف اللي هو 21%. طبعا انا غيرت العلف للبط دلوقتي، بقيت اكله العلف اللي هو 21% مع العيش. ايه هي بقى الاضافات اللي انا ضفتها على الاكل بتاع البط؟ طبعا انا هنا قطعت لهم كده خضار. ده الخضار ده ايه كرات مع جرجير كده اخضر، ابتديت ان انا قطعته وسلقت لهم كده. ايه كان عندي البيض بتاع البط اللي بيكون يعني لو انا عندي بيض زيادة فباخد من البيض وبروح سلقاه كده ايه للبط في العمر ده، علشان هو فيه نسبة بروتين عالية. فالطيور بتكون في الوقت اللي هي بتريش كده بتكون محتاجة كل حاجة فيها بروتينات تحطها لهم. فانا ببتدي ان انا بسلق لهم البيض اللي بيكون متوفر عندي، واحدة او اتنين، ببتدي ان انا اسلقها وافركها كده مع الخضار لو عندي خضار ومع العلف بالعيش، وبحطه كده للبط بتاعي. وكمان على طبعا الخلطة دي اللي هي العيش بالعلف اللي هو 21، عليه كمان معلقة ملح. معلقة الملح دي بضيفها مرتين في الأسبوع، مرة في أول الأسبوع ومرة في آخره، علشان الأملاح. طبعا الطيور في الفترة دي بتكون محتاجة أملاح معدنية. فلو انت عايزة تجيبي الأملاح المعدنية اللي هي من البيطري هتجيبيها. عايزة تحط الملح اللي هو بتاع الطعام ما بيكونش فيه أي مشكلة. وببتدي بقى ان انا ايه باكل البط بتاعي، فببتدي ان هو ياكل. وبتلاقي البط برضو ايه حجمه بيتغير يوم عن يوم. اهم حاجة في الفترة دي انك انت تأسسي بقى البط بتاعك صح من عمر اليوم لعمر الشهر، عشان مرحلة طلوع الريش. وده بالاضافة بقى ايه للارضية، لازم في المرحلة دي ترش الارضية بتجير كل يومين كده. الارضية تكون ناشفة، الشمس وسع المكان، ده كله بيخلي الطيور بتاعتك تكبر معاكي وتقفل الريش معاكي بدري. طبعا في سؤال كده كان جاني من اخت كده ليا على القناة، بتقولي ان البط عندها عمره 25 يوم وبيبتدي ان هو يعض في بعضه. المشكلة دي بتحصل ليه؟ علشان حضرتك كده بتغيري العلف للبط من نوع لنوع باستمرار. فانت لو هتأكلي البط بتاعك من عمر اليوم لعمر 25 يوم او عمر الشهر، النسبة اللي هي الناعمة 23%، ما تغيريش. هي النوع يكون واحد تمشي عليه لحد لما تغيري من الحباية اللي هي الناعمة للخشنة. نفس الشركة تكون واحدة، علشان هو ده اللي بيخلي الطيور تفترس في بعضها، لان الاعلاف مش كلها واحد. وبرده كمان لما بتخلطي للبط بتاعك بدري، يعني انت معوده ان هو بياكل علف صافي، وبعد كده بتروحي جايه مدخله له بقى تدخلي له اللي هي الدشيشه، تدخلي له اي حاجه تانية عليها مره واحده كده، فهو ده اللي بأثر بقى على الطيور. انا هنا باكل البط بتاعي من عمر الاسبوع العيش مع العلف، معوداه طبعا.
فبكده اما خلاص هو اتعود ان انا باكله النسبتين، نسبة العلف مع العيش متعود عليها. فلما بتيجي انك انت بقى تضيفي له اي اضافات تانية ما بتأثرش وما بيعضش في بعض. بالنسبة بقى ازاي تقضي بقى على الموضوع ده ان البط بيعض في بعضه. طبعا اهم حاجة اول ما تظهر عندك الظاهرة دي تبتدي بقى تمسكي البط واحدة واحدة كده وتروحي مطيرة طرف المنقار بتاعها من فوق. وده اسلم حاجة، مش العلاج ولا اي حاجة تانية. هتمسكي البط واحدة واحدة، تحطها تحت رجلك كده وتمسكي المنقار بتاعها والطرف اللي هو اللي فوق اللي بتكون عامله زي الضافر دي، تروحي مطيراها بالمقص بيرجعوا ياكلوا تاني ما بيحصلش اي حاجه. وبعد كده طبعا بتحط لهم علف يكون كويس. بتحط لهم بقى ايه معلقه ملح على الاكل بتاعهم مره في الاسبوع او مرتين، وما تزوديش المعلقه اللي هي الصغيره بتاعه الشاي، علشان لو زودت في كميه الملح هيعمل اسهال للبط. ده بالاضافه بقى ايه انك انتي توسعي للطيور بتاعتك تنضفي تحتهم باستمرار. فبالطريقه دي هتلاقي الموضوع اتعالج بسرعه والظاهره دي اختفت تماما من عندك. فابتديت بقى ان انا حطيت الاكل بتاع البط قدامه وهو بقى بياكل وما بيحصلش اي حاجه. طبعا البط ده انا بتعامل معاه ازاي في العمر ده. اول ما بيجيب معايا عمر 35 يوم حتى لو ما ظهرش عندي افتراس ولا اي حاجة، بروح ماسكة البط واحدة واحدة وبقص طرف المنقار بتاعه. كل اسبوع كده ببص عليها، لقيت ان هي ابتدت ان هي تكبر تاني ببتدي برضو ان انا اطيرها كده بالمقص واحدة واحدة. فبالتالي دي بتخلي البط لا يمكن تلاقي بطة بتنهش في التانية او بتعض في التانية، لان ما بيكونش المنقار بتاعها ما بيكونش في الحتة اللي هي بتكون الطرف اللي هو اللي فوق اللي بيكون طويل ده، هو ده اللي بيساعدها ان هي تعض في البطة اللي جنبها. فانا بعمل كده من غير اي حاجة وبياكلوا وما بيحصلش اي حاجة للبط. وبكل مصداقية امبارح اللي فات ده انا مسكت البط ده الحمد لله يعني والشكر لله ما ظهرش عنده اي مشكلة من المشاكل دي. لكن انا متعودة ان انا بتعامل مع البط بتاعي، مسكته واحدة واحدة وقصيت طرف المنقار ده. وكل ما بتكبر على حسب بقى لو بعد اسبوع بصيت عليها ولقيتها ان هي ابتدت ان هي تظهر تاني وتكبر برضو نفس الطريقة بروح قصها كده بالمقص. فبكده انت بتتلاشي المشكلة دي وفي نفس الوقت البط ما بيحصلوش اي حاجة. لو هعرف ان انا اركز كمان بالتليفون علشان تشوفوا طرف المنقار، انا قصة طرف المنقار بتاع دورة البط دي كاملة واحدة واحدة. فما شاء الله بتلاقيه بقى ابتدى ان هو بياكل ما بيحصلش اي حاجة ولا بيحصل اي حاجة وبيكبر. وبتلاقي البط اهم حاجة انك انت تحط له اكل يفيده، يعني ما تقطعيش عنه العلف الا لما البطة تقفل الريش بتاعها. حتى لو هتحطي نسبة بسيطة على الأكل بتاعه بس ما تشيليش العلف خالص إلا لما البط يبتدي إن هو يقفل الريش معاكي. فبكده هتلاقي الطيور بتاعتك ابتدت إن هي تكبر من غير أي مشاكل وبتزيد معاكي. والبطة بتيجي تشيلها من مكانها بتلاقيها تقيلة في إيدك كده. يا ريت كده لو انت لسه موجودة معايا لحد الآن من الفيديو ولسه ما عملتيش لايك بسرعة كده تعملي لايك عشان أشجع إن أنا أكمل معاكم. حبيت إن أنا أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.